الابن ده كان خارج، فبيقول لوالدته: ماما انا خارج، عاوزه حاجه؟ قالت له: ايوه استنى، في حاجه مهمه. قال لها: خير. قالت له: خد البطاقه دي، فيها 1,800,000 يوان. قال لها: ايه الفلوس دي كلها؟ جبتيها منين؟ قالت له: مفيش، انا بعت البيت القديم وجاب المبلغ ده، بس تاخد الفلوس دي لنفسك، اوعى تقول لاخوك ولا تديله حاجه. قال لها: ازاي الكلام ده؟ ده اخويا ولازم اقسم الفلوس بيني وبينه. قالت له: لا، انت ابني الوحيد وهو مش ابني، هو طفل لقيته وربيته، فمش من حقه ياخد من البيت ده. فقال لها: لا طبعا، اخويا من حقه ياخد من الفلوس دي، حتى لو كان مش اخويا من ابويا وامي، انما اخويا، واحنا كلنا عيله واحده. انت ناسيه انه ياما وقف جنبنا وساعدنا بفلوسه وعمره ما عمل فرق بينا؟ قالت له: بقول لك ايه، هات البطاقه دي، انت ما تستاهلش. فقال لها: ماما بالراحه كده وبالهداوه، انت نسيتي لما ابويا توفى وما كانش معانا فلوس عشان ادخل المدرسه، نزل يشتغل وبقى يصرف عليا وعلى البيت، وعمره قال انا مش من العيله؟ مين اللي اشترى لنا البيت ده؟ مش هو؟ مين اللي جاب لي وظيفتي اللي انا بشتغل فيها دلوقتي؟ مش هو؟ فقالت له: بقول لك ايه، الفلوس دي ملكي وانا حره فيها، وهو عمل كده مقابل ان انا اتبنيته، خلاص احنا كده خالصين. قال لها: طيب اقول لك على حاجه انت ما تعرفيهاش، انت عارفه هو ليه ما اتجوزش لحد دلوقتي؟ لان البنت الوحيده اللي حبها اشترطت عليه انه ما يصرفش علينا وملوش دعوه بينا، وهو رفض وخسر البنت اللي بيحبها علشان خاطرنا. فهنا استغربت وقالت له: لا انا ما اعرفش الموضوع ده. قال لها: لانه هو قال لي ما اقولكيش. بلاش، والدي لما تعب ودخل المستشفى مين اللي صرف عليه؟ قالت له: دي كانت مصاريف بسيطه. قال لها: لا، العملية بتاعته كلفت 100,000 يوان، وهو اللي دفع المصاريف، وقال قدامك ان المصاريف قليلة علشان حاسس انه واحد مننا. ما ينفعش يا امي بعد كل اللي بيعمله علشاننا، ومعتبرني اخوه ومعتبرك والدته، وفي النهاية نستخسر فيه حاجة بسيطة زي دي علشان خاطري يا امي. فهنا امه قالت له: طيب اقول لك على حاجة، ممكن تديله 200,000 يوان مقابل الفلوس اللي هو دفعها في مصاريف دراستك ومصاريف علاج والدك، كده احنا نبقى خالصين والباقي خده ليك. قال لها: يا ماما هو عمل كده محبة لينا، مش عمل كده علشان يسلفنا، وانا فعلا بعتبره اخويا واكتر من اخويا. طيب اقول لك على حل، انت مش كده كده مدياني الفلوس دي واعمل بيها اللي انا عاوزه؟ قالت له: ايوه. قال لها: خلاص سيبيني اتصرف واعمل الصح. هنا قالت له: خلاص خد البطاقة واعمل اللي انت عايزه، عاوز تديله فلوس عاوز تصرفهم انت حر، المهم ان دي فلوسك. يمكن الورث بيتقسم بالقانون، بس المعروف بيترد بالإنسانية، والدم مش هو اللي بيخلينا إخوات، اللي بيخلينا عيلة هو القلب اللي شال واحتوى وتعب علشاننا، واللي عنده أصل عمره ما بينسى الجميل. صلوا على النبي في التعليقات.